ازيكم يا اسطوره، عاملين ايه؟ يلا نكمل الجزء التاني من حكايه لين فينج محارب الظل. كل اللي متحمس للحلقه ينزل حالا يفجر اللايك ويشترك في القناه، ويلا بينا نبدا. زي ما شفنا في نهايه الجزء اللي فات، لين فينج قدر يتخطى اختبار الشيوخ، وبعدها على طول انقذ صديقه هال من الموت. لكنه اتفاجئ ان رئيس الطائفه عاوزه في ساحه قتال الحياه والموت، ومش بيكون عارف ليه بالظبط. وبتبدا الحلقه مع فينج اللي بيلاقي نفسه قدام الزعيم بالفعل، وبيلاحظ ان كل الحضور كلهم من كبار الشخصيات داخل الطائفة. لكن في حاجة تانية بتشد، وهي وجود واحدة ست اسمها تشين، واللي شكلها كده ليها تأثير كبير على الموقف اللي هم فيه ده. فبعدها على طول بيروح يقرب من واحد من كبار الشيوخ والمعروف باسم العظيم، وهو بيقول له بقى بلهجة مليانة جدية: انت بتعترف بالخطأ اللي انت ارتكبته ولا لا؟ فبطلنا بيتوتر شوية، لكنه بيحاول يفضل هادي، وبيرد ويقول له ان هو مش فاهم هو بيتكلم على ايه بالظبط. فالشيخ العظيم بيرد عليه بعصبية: ازاي مش فاهم يعني؟ لانه بيتهم ان بطلنا اذى الناس اللي حواليه واتجاوز حدوده مع اللي اكبر منه كمان، ودوت تصرف ما يليقش بعضو في الطائفة بتاعتهم ابدا. ففينج بيحس ان الموضوع دوت شخصي اكتر منه حقيقي، وبيتوقع ان اللي اسمها تشين ممكن تكون هي السبب في الموضوع ده، وخصوصا ان ابو بطلنا اتجاهلها في الاجتماع الاخير للعشيره اصلا. فبيرد بثبات على الشيخ وبيقول له ان الكلام دوت مش مظبوط، وانه بيطلب ان هم يحققوا في الموضوع دوت بشكل عادل. لكن الشيخ العظيم بيعلي صوته اكتر وبيقول له: انا هنا بصفتي ممثل للعداله، وان مفيش حاجه هنا اسمها تحقيق، وانه لازم يعترف من الاول بخطأه والا هيواجه العواقب الشديده. بس فينج وقتها مش بيستسلم، وبيرد عليه بشجاعه: ايه نوع العداله اللي انت بتتكلم عليها دي؟ لان اللي بيحصل دلوقتي دوت مش عدل ابدا. فكل الناس اللي واقفين في الخلفيه بقى بيهمسوا ان فينج في موقف صعب بالفعل، لان الشيخ العظيم مش بيعدي الخطأ بسهوله ابدا. لكن في اللحظه ديت الامور بتزيد توتر عن الاول، لما مساعد الشيخ العظيم بيقترح على بطلنا ان عقابه يكون بعقد قدرته وطرده من الطائفه اصلا. ففينج بيبدا يفكر في اسوأ احتمال ممكن يحصل، وبيخطط بقى انه يستغل نجاحه في رنين الجرس عشان يكسب وقت. لكن الشيخ العظيم بيقرر ان هو يرفض الاقتراح ده، وبيقول ان العقاب الانسب هو قطع ايديه الاتنين وطرده من الطائفه بالكامل. ففينج بيتفاجئ من القسوه ديت كلها، وبيسأل نفسه ازاي في حد ممكن يكون قاسي كده على الطالب بتاعه. لكن فينج بياخد قرار وقتها انه يدافع عن نفسه بالقوه، وبيخرج السيف بتاعه وبيقف في مواجهه تشينج والعظيم كمان، وبيقول بكل ثقه ان هو بريء، ولو حد قدر يثبت غير كده يواجهه دلوقتي. فالشيخ العظيم بيدي امر لتشينج وقتها انه يهجم على بطلنا فينج، والمعركه بتبدا بالفعل، والكل بيكون مترقب النتيجه. لكن بنشوف ان في النهايه بطلنا بيكون متفوق عليه بشكل كبير، وبيثبت قوته للكل، وبيكونوا كلهم اصلا في حاله من الذهول. وحتى رئيس الطائفه نفسه بيلاحظ قوه بطلنا الكبيره جدا. اما الشيخ العظيم بقى بيتعصب جدا وبيقول: ازاي تتحدى القوانين وتعمل الكلام ده؟ فبطلنا بيرد عليه بكل هدوء: انا ما عملتش اي حاجه تستحق العقاب اصلا، وان كل اللي بيطلبه اصلا دلوقتي هي فرصه انه يدافع عن نفسه. لكن وقتها رئيس الطائفه بيتدخل في الوقت المناسب، وبيقول لبطلنا: انت طالب مميز ومستقبلك كبير على فكره، لكنه لازم يكون حكيم اكتر في التعامل مع الناس، لان في المواقف الصعبه القوه مش كل حاجه. لكن في اللحظه ديت بنشوف ان الشيخ العظيم بيهجم على بطلنا بنفسه باستخدام قوه الهاله، وبيطلق عليه هاله كبيره بتمنعه من الحركه اصلا، وبتخليه مش قادر يدافع عن نفسه حتى. لكن فجاه بتختفي الهاله بتاعه الشيخ العظيم، وبيظهر التوتر الكبير عليه، والكل بيلاحظوا ظهور جسم ضخم بيغطي المكان، ودوت بيكون روح الظل اللي بتحمي بطلنا. لكن الشيخ العظيم بيكون مستهون بقوته اصلا اكتر، وبيسأل نفسه بقى هو ايه اللي بيحصل بالظبط، وبيقعد يصرخ وبيقول لبطلنا: هو انت استدعيت روح الظل ولا ايه؟ لكن في اللحظه ديت رئيس العشيره بيتدخل وبيقول بصوت حازم جدا ان في اكيد خبير متخفي داخل الطائفه، وبيعلن دعمه الكامل لبطلنا لين فينج، وبيشيل من على بطلنا كل التهم اللي متوجهه ليه بدون اي دليل. وبيطلب وقتها من تشين واخوها يقدموا تفسير واضح للاتهامات اللي قدموها لين فينج. لكن اخو تشين بيرد عليه بكل تحدي ويقول له: اللي انا فاهمه دلوقتي ان انت مش عاوز تسلم لي لين فينج. وبيكون واضح يا جدعان انه بيخفي نوايا خبيثه جدا. لكن الرئيس وقتها بيقول له ان تشو واحد من التلاميذ الثمينين جدا للمملكه،
وان فينج برضه متميز عن باقي الطلاب في الطائفه دي، وانهم لازم يحلوا المشكله دي بطريقه عادله. لكن الاخ ده بيعترض على راي رئيس العشيره، والكلام بيخليه غضبان جدا، وبيرد بقى بغضب عليه ويقول له ان تصرفه مش محترم ابدا. بس تشو وقتها بيقول ان هم هينسوا كل اللي حصل النهارده، لكن الافضل ليه ان هو يفتكر العار اللي جابه للعشيره بتاعته. وفي اللحظه ديت تشو وتشين بيركبوا نسر ضخم جدا وبيمشوا من المكان، لكن تشو بيتوعد لهم ان هو هيرجع مره تانية عشان ينتقم. اما رئيس العشيره نفسه بيسمح لبطلنا ان هو يمشي من المكان، فبيمشي بالفعل بقى وهو بيفكر انه لازم يكون اقوى بكتير من الاول، وده عشان يقدر يواجه اي تحدي قدامه في المستقبل. لكن بعدها بننتقل لطائفه يون، وهناك بنشوف شخص اسمه لو بيكون قاعد مع بنت اسمها ار، وبيبدا بقى يتغزل فيها وهي بتتقبل الكلام بشكل عادي جدا. لكن بعدها بيخشوا كهف وبيلاقوا هناك فينج اصلا قاعد يتامل في كل هدوء، فاللي اسمه لو بياخد قرار انه يهجم على بطلنا ويحاول يطرده من الكهف ده، لكنه بيتفاجئ لما فينج بيقطع التامل بتاعه بسرعه وبيهجم عليه كمان، وبيقدر فينج ينتصر عليه بسهوله كبيره جدا، وبيظهر لينا انه كان اقوى بكتير من ما كان لو متوقع. لكن بيكون واضح كده ان بطلنا دخل في قتال صعب قدام اخو لو، وبيخرج بعدها من الكهف وهو مصاب بجروح كبيره جدا، فبيقرر وقتها يستخدم العلاج اللي خده من الشيخ الغريب، وبنلاقي ان العلاج اظهر تاثير سريع جدا وفينج بيتعالج في وقت قصير. وبعد ما فينج بيستعيد كل قوته بيقرر بقى ان هو يرجع للبحيره عشان يفكر في خطوته الجايه، لكنه لما بيوصل فجاه بتظهر قدامه ليو اصلا، وبتواجهه بتحدي بقى وتقول له انت ازاي تتجرأ وترجع للمكان ده من تاني. لكن فينج رد عليها بكل ثقه وقال لها وليه ما رجعش يعني. بس وقتها ليو بتهجم عليه بضربه صعقه قويه جدا، لكن فينج بيثبت في مكانه وبفضل قدراته الكبيره بيقدر يتفادى الهجوم ده. لكن بيكون واخد باله برضه ان ليو بقت اقوى من الاول بكتير، لكن رغم ان هو كان ممكن يهجم عليها بالفعل، فينج بيقرر ان هو يسيبها ويمشي، لكن بقى مش عشان خايف منها المره دي، لكن لانه عنده اولويات تانية. وبنشوف ان بسرعه بيعدي 20 يوم على المواجهه الاخيره بتاعت فينج، وبيكون في حاله تامل وتدريب مستمر من وقتها، وبيقدر بالفعل انه يزود مستواه بشكل ملحوظ لدرجه ان هو بيوصل لمستوى اعلى من اللي كان فيه الاول. لكن لما بيخرج من الكهف بيلاقي ان ليو لسه في الخارج، وبيسالها عدى كام يوم عليه، وبتقول له 20 يوم يا عم، وبعدين بتساله بقى عن مستواه دلوقتي، وبتتفاجئ جدا لما بيقول ليها انه وصل بالفعل لمرحله اللي تشيت 9، وصدمتها اصلا ان هو اتجاوز مستواها بفتره قصيره جدا، وكمان بقى اقوى منها بكتير. لكن بعد ما بطلنا بقى بيكون اكتسب قوته الجديده، بيقرر ان هو لازم يرجع للمدينه من تاني عشان المواجهه السنويه اللي كان مستنيها. وبنشوف بعدها بقى ان الطلاب بيتناقشوا عن مستويات بعضهم، وبيبداوا في تقدير قدرات المشتركين في المنافسه السنويه اللي قربت ديت. بس فجاه بطلنا بيخش المكان وبيحاولوا يعرضوا عليه انه ينضم ليهم في الحديث ده. في البدايه بطلنا بيوافق، لكن الامر مش بيمشي بسلاسه، لان طالب تاني بيتدخل وبيقول لبطلنا بتعالي كبير، المكان مش ليك، ارجع لبيتك يا حبيبي. والكلام بيستفز فينج جدا، وبيقول له هو انت مين عشان تعمل كده اصلا. لكن واحد تاني من الطلاب بيتحدى بطلنا ويقول له هو انت فاكر ان الزباله ليها مكان بينا يا معلم. لكن الكلام ده بيستفز فينج اكتر، وبياخد كوبايه المشروب اللي قدامه وبيرميها في وش الطالب ده، وبيبدا وقتها صراع بين فينج والطالب، لكن فينج بيتغلب عليه بسهوله كبيره جدا. وكل الطلاب اللي كانوا بيسخروا منه بيبداوا يدركوا ان قوته اكبر بكتير من اللي هم متوقعينه. اما فينج بقى بيكون هجم اصلا على كل الطلاب اللي ضايقوه وبيخلص عليهم في لحظه واحده. لكن بعد اللي حصل فينج بيروح لمكتب ابوه وبيقول له بقى انه مستعد للمنافسه السنويه اللي فاضل عليها 7 ايام بس الاب بيحاول يقنعه انه ما يشتركش في المنافسه دي، وبيقول له يسيبهم يعملوا اللي هم عاوزينه لان العيله هاديه اليومين دول، لكن وقت المنافسه هيعملوا مشاكل كتير جدا. بس بطلنا بيرد عليه بثقه انه مش مهتم باي حد في النهايه اصلا، فوالده بيوافق ان هو يشترك في المنافسه، لكن بينصحه بقى يكون حذر جدا من تشين، وده لانها وصلت للطبقه الروحيه بالفعل. ففينج بيوعده بقى ان هو هيكون حذر في كل حاجه. لكن في نفس الوقت بنلاقي ان تشين وصلت المدينه هي كمان، وبتبهر الكل بجمالها وقوتها الكبيره. لكن لما يوم المنافسه بيجي، ابو بطلنا بيكون قلقان عليه رغم ثقته في قدرات ابنه، وبيطلب منه بقى يكون حذر في الحلبه. وبنعرف ان الجولات الاوليه من المنافسه بتكون مفتوحه للكل، وال 32 شخص اللي هينجحوا بقى هيتاهلوا للمرحله الثانيه. وبنشوف ان المنافسه بتبدا على طول، لكن تشين بتكون سايب بطلنا عشان يعدي للمرحله اللي بعدها، لكنه بيكون شاكك ان المنافسين
المنافسين هيعتمدوا على كلامها ده وهيهجموا عليه بشكل جماعي اصلا، وبالفعل اللي هو توقعه بيحصل، لكنه بيتفادى الهجمات من المنافسين بسهوله كبيره وبيعدي من الجولات الاولى، وفي النهايه بيقدر يتاهل ال 32 شخص للمرحله الثانيه كمان. فالجوله الثانيه بتبدا على طول وبتكون عباره عن 4 مجموعات، وكل مجموعه بيكون فيها 8 اشخاص، وكل واحد منهم هيحارب السبعه التانيين، واللي هيقدر يحقق اكبر عدد من الانتصارات بيتاهل بالفعل. وبنشوف ان المعلم بيسحب القرعه بالفعل، وكل اللي مع تشين في مجموعتها بيكونوا مرعوبين منها اصلا، فبيقرروا ان هم ينسحبوا من غير ما يحاربوها حتى. وبكده تشين فازت في كل الجولات من غير ما تضطر ان هي تستخدم قوتها اصلا. لكن لما دور بطلنا بيجي، المعلم بيعلن فوز اللي قدامه من غير القتال ما يبدا حتى، والكلام بقى بيعصب بطلنا وبيساله انت ازاي تعلن فوز انتصار حد وهو لسه ما اتقتلش اصلا. لكن الحكم بيرد عليه بكل برود ويقول له مش مهم لو المنافس استسلم ولا لا، لانه الحكم والمشرف هنا وعنده الحق انه يقرر. لكن وقتها بقى ابو بطلنا بيتدخل ويقول واضح ان محدش بيحترمني في المكان ده، لان تصرفات المعلم خرق القوانين المنافسه اصلا. لكن المعلم بيرد عليه بكل برود ويقول له ما احنا عارفين يا معلم مين اللي هينتصر في الاخر، بس على العموم بقى لو مش عاجبكم القرار انسحبوا لوحدكم. لكن ابو بطلنا بيكون مصر على موقفه وبيهدد المعلم ان هو هيعمل ليه مشكله لو القرار ما اتغيرش دلوقتي. ورغم اعتراض الكل على الموقف بتاع ابو بطلنا، لكن في الاخر المعلم بيسمح ان المنافسه تتم، وهتكون بين بطلنا فينج واللي اسمه يان. ففينج بقى بينتصر بكل سهوله قدام الجمهور اللي كله مركز معاه، والجولات بقى بتعدي واحده ورا التانيه، وتشين بتكسب كل المنافسين بتوعها بسهوله كبيره، وفينج نفسه بينتصر في كل الجولات بتاعته من غير ما يتعب اصلا. لكن بيجي وقت الجوله اللي قبل الاخيره وتشين بتتقدم للجوله النهائيه بسهوله كبيره، اما فينج بقى بيعدي هو كمان لنفس المرحله. لكن الفرق بينه وبين تشين ان المنافسه بتاعته كانت صعبه جدا. ويا ترى ايه اللي هيحصل لما تشين وفينج يواجهوا بعض في الجوله النهائيه، ومين اللي هيكون الاقوى فيهم فعلا؟ وهل هيقدر فينج يستخدم خطه غير متوقعه عشان يهزم تشين، ولا قوتها هتكون اعلى من توقعاته؟ كل الاسئله واكتر هيتجاوب عليها بس في الحلقه الجايه. اما دلوقتي محدش ينسى يظبطنا في اللايكات والاشتراك في القناه، واشوفكم على خير يا اساطير. سلام.